مع الكابتن عبد العزيز عبد الشافي وصديقي العزيز الاستاذ خالد بيومي. الله يخليك كابتن، ازيك؟ ازاي الصحه؟ الله بنهنيك على شريف اكرامي ومحمود ابو السعود. شريف ممتاز النهارده ومحمود ابو السعود كمان ممتاز. الحمد لله. تهيألي ما حدش هناك على الاثنين دول مره واحده يعني. جمله. طبعا من اهدافنا اللي احنا كنا طبعا بنسعى لها انه يبقى عنده عدد ساعات لعب ويلعب بمنافسه كويسه ان شاء الله، يكون مؤثر في نتائج المواجهين في المباريات اللي جايه. وده يعني ده مكسب كبير لينا وليه ولكل الاطراف. طيب سؤال محرج شويه يا كابتن احمد. نعم. النهارده محمود ابو السعود كان حارس مرمى نادي المقاولين. ما كنتش كده جواك يعني عايزه يغلط في كوره ولا حاجه عشان النادي الاول، ولا كنت خايف عليه برضه هو حارس مرمى المقاولين؟ والله كنت خايف عليه جدا والله. يعني قلت يعني انت في جوه دماغك قول نجيب الاهلي يجيب جول بس ما يكونش مسؤوليه محمود. لا الحمد لله النتيجه طبعا احنا في يعني نظام الاحتراف طبعا، وخالد عارف طبعا وكابتن زيزو طبعا انه ده مهم جدا ان اللعيب اللي يعطل شويه يشتغل عشان يعني ينتج، وان شاء الله الست شهور دول يكون خير عليه ويكون مؤثر جدا في نتائج المقاولين العرب ان شاء الله. كابتن احمد النهارده كان يعني شفنا اصابات للاعيبه النادي الاهلي. دومينيك شفنا في سبرنت كده او في كوره فيها سرعات مسك الخلفيه. هل اصابه كبيره تمنعه عن لقاء النادي المصري ولقاء نادي الزمالك الماتشين اللي جايين ورا بعض؟ والله انت عارف يا كريم ان الاصابات دي لازم تقعد ثاني يوم يبقى فيه بعد ما كان فيه ورم ولا اي حاجه ولا اشعه يقدر يشوفها ثاني يوم، وبعد كده بيقرر الدكتور ايهاب يعني مدى يعني الاصابه كبيره ولا مش كبيره. ان شاء الله ده يبان بكره ان شاء الله. كابتن ناجي، النادي الاهلي كسب حارس ثاني محمود ابو السعود، وهل ثقه الجمهور رجعت لمحمود ابو السعود بعد مباراه النهارده؟ والله يا خالد ده من ضمن اهدافنا طبعا انه الناس يعني تثق في ادائه، وده النهارده بان جدا ان هو حارس كبير. وزي ما انا بقول دايما حراس الاهلي حراس كويسه حراس كبار، بس محتاجين شويه دعم منكم انتوا اساسا ومسانده منكم، لان هم امكانياتهم انا مش بحكم عليهم، امكانياتهم عاليه جدا، محتاجين دعم ومسانده من الاعلام ومن الجمهور، وان شاء الله يبقى في جون او جونين لمصر ان شاء الله من النادي. كابتن ما انت ما تقدرش تساندهم الا اذا كان بيلعبوا، ما انت ما تقدرش تساند محمود ابو السعود الا اذا كان بيلعب، اذا كان بياخد عدد ساعات زي ما انت قايل في الوقت الحالي. ما هو عشان كده يا كابتن خالد احنا عملنا له اعاره عشان يلعب ويبان، والنهارده زي ما انت شايف هو واقف على رجليه بشكل جيد جدا، الحمد لله مع كل الكرات اللي جات له بشكل جيد يا كابتن خالد. كابتن انت عايز تتكلم في الفيديو؟ لا انا عايز ابارك له، بس عايز ابارك كابتن احمد، الف مبروك 3 نقاط، مبروك اعتلاء القمه، ودايما النادي الاهلي لما بيطلع فوق يبقى من الصعب انه ينزل تاني، فتمنياتي لكم بالتوفيق. كابتن انت هتقلق الزملكاويه يا كابتن. طيب انا كنت هسال برضه سؤال قريب من كده بالنسبه لكابتن احمد، هل خساره نادي الزمالك النهارده كابتن احمد؟ نعم. خساره نادي الزمالك امبارح من امبي 2-1 عملت عليكم ضغط ولا اديتكم اريحيه شويه النهارده قبل مباراه المقاولين؟ لا النهارده بقول لك ايه، بلاش كلام كابتن احمد، بلاش الكلام بتاع التلفزيونات، قول الصراحه. اللي هو ايه انا مش فاهم. ان هو ما عملتش ضغط عليكم ان انت هتكسبوا؟ ايه يا خالد؟ ما عملتش ضغط عليكم يعني؟ اللي هي نتيجه الزمالك؟ لا بالعكس طبعا، نادي الزمالك لما بيلعب قبل الاهلي لازم طبعا بيبقى فيه شويه يعني ترقب، ما بقاش التوتر العادي يعني، بيبقى اعلى شويه، لكن لعيبتنا لعيبه كبيره عندها خبره يا كابتن طبعا. وقدرت النهارده الجون برضه جه بدري الى حد ما يعني حل برضه يعني الاوفر نيرف اللي موجود عند اللعيبه، لكن الحمد لله لعيبتنا اساسا يعني عندهم في يعني من الخبرات ما يكفيهم ان هم يقدروا يتعاملوا حتى لو احنا جه فينا جون، حتى لو تأزمت المباراه. النادي الاهلي يعني الصفات الارضيه والسمات الارضيه عند اللعيبه مع عالي، المفروض ان هي تكون عاليه عن يعني اكيد الفرق. ناجي هتيجي النهارده؟ انا نفسي اشوفك والله، وحشني جدا. ماشي اوكي، مستنيك. ها ماشي. اشكرك كابتن احمد طبعا، والف مبروك على الفوز والف مبروك على